اذا الا كنتي كتشري الدجاج بالكثره، هذا الفيديو غادي ينفعك وغادي يربح لك الوقت وجهدك. اليوم غادي نوريكم كيفاش تشرملو الدجاج بعد ما تغسلو وتحافظ عليه في المجمد بطريقه صحيحه باش يبقى لك بنين وطري وواجد طاهر اي وقت. خليك معايا حتى الاخر باش تعرف واحد السر صغير تحافظ عليه على المذاق والنكهه. اول حاجه كنحتاجو في هذا الميكسور كنديرو شويه ديال المعنوس وشويه ديال القزبر وشويه ديال الثومه وشويه ديال البصله، وكنطحنوهم مزيان وكيجيو على هذا الشكل هذا. كنحتاجو دابا واحد معلقه كبيره ديال خرقوم العرك، تنحتاجو 2 معالق ديال سكنجبير، تنحتاجو فيه البزار شويه البزار، فلفل اسود، تنحتاجو 2 معالق ديال مروزيه، كنحتاجو 3 خرقوم اصفر، باش يعطينا اللون ديال الدجاج. كنحتاجو معلقه ديال السمن الحار، انا ما كنديرش الملح على حساب سميتو، الحامض كاين لاصوص فيه الحامض والسمن حتى هو فيه الحامض، حتى اخر عاد كنشوفو الا كان ناقصني من الملحه عاد كنزيد الملحه. دابا كنحتاجو زيت الزيتون، دابا غنخلطوا هاد المكونات كاملين، نخلطوهم مزيان يتناغموا مع بعضياتهم. هذه الكميه ديال 6 دجاجات اللي غادي نشرملوهم في دقه واحده. بعد ما خلطنا مع التوابل ديالها، دوكا غادي نضيفو فيها الدجاج، نحاولوا نقصوا شويه ديال من لاصوص ونديروا الدجاج اللي خصتنا الكميه نزيدوها. بعد ما نقصناها غادي دابا غادي نضيفو فيه الدجاج وغادي نشرملوه. خليكم معنا. دابا غادي نبداو نشرملوه. اول حاجه بسم الله. نفس الطريقه ثاني كنحاولوا تقبوا من الجنيدات.
الكاميرا باش نحبس الميكرو. بعد ما شربنا الدجاجات درنا لهم الشرموله، انا ما غاديش نطيبهم اليوم، هادو غادي نوجدهم لغدا. دابا انا شنو غندير؟ غنخليهم حيت انا ما عرفتش الوقيتاش غادي نطيبهم. انا باش ندير واحد الفكره، غنديرهم في البلاستيكات غادي نحطهم في الكونجيلاتور. خليكم معنا نشوفوا كيف الطريقه باش كنخدم معاها. ملي كتجيب بلاستيكه كنحطوهم هنا، يعني كتبقى في الشرموله ديالها كتبقى فيها تقريبا 24 ساعه. وتقدروا ديروا هاد الطريقه هذه وتخليهم تحافظوا عليها في الثلاجه في المجمد. وقت اللي كان عندك شي اي مناسبه اي حاجه تجي تجبد الدجاج وتخليه تيطلق وطيبوه كيف الطريقه ديال عادي جدا، ما يخسر ما والو. هاد الفكره عطيتها لكم الناس اللي كيكونوا بوحديتهم ما عندهمش اللي يعاونهم. هذه هي الطريقه الصحيحه اللي تقدر توجد بها وتخلي. دابا بعد ما ساليتهم درتهم في ساشيات، دابا غادي نحتفظ عليهم في الثلاجه حتى كون بغي نحتاجهم وغادي نجبدهم. الا عجبكم الفيديو هذه الفكره، دابا بعد ما ساليت انا درتهم في ساشيات، دابا غادي نديهم الثلاجه ونخليهم حتى نحتاجهم ونجيبهم. هاد الطريقه باش زوينه كتخلي لك الدجاج مشرمل وكيجي لذيذ جدا. الا عجبتكم هاد الفكره ما تنساوش تشاركوا معنا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلك كل جديد. نتلاقاو في فيديو جديد. مع السلامه، في امان الله، وتحياتي لكم وشكرا لكم.